عبد الله. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وبكربلاء صوت أهاج لواعجي، ومتى يمر بخاطري يبكيني. يقول هذا الأديب أكو صوت في كربلاء كل ما أتذكره يبكيني هذا الصوت، يا صوت وبكربلاء صوت أهاج لواعجي، ومتى يمر بخاطري يبكيني. صوت الحسين غداة شاهد صحبه صرعا، فبين موزعين وطعيني فبكى، ومن ألم الفراق بقلبه هم تصاعد ساعة التأبين، ومضى يخاطب كل فرد باسمه، لكن بصوت بالشجاعة مقرون، نادى حبيبا وهو أخلص مخلص، وبمدمع من مقلتيه هتوني أحبيب، ما لك لا ترد جوابنا. مو عادتك حبيب حبيب، ما لك لا ترد جوابنا، فلنا بنفسك كنت غير ظنيني. ليش يا مسلم يا عابس يا حبيب، ليش يا أخوتي تخلوني غريب؟ أيوا حسينا، ليش يا مسلم يا عابس يا حبيب، ليش يا أخوتي تخلوني غريب؟ ليش أناديكم ولا أسمع مجيب، وبي حاطت خيلها وعدوان؟ ليش أناديكم ولا تجيبون الندى، ورحتوا عني ودارت علي العدا؟ وأدري بيني وبينكم حال الردى، وبيا من رحت اشتفت عدوان. يا بهايا ذا الرمح بفادة الذنة، وهذا بيل النشاب رنة، وهذا الخيل
الصدر رضرضنا وهذا وذاك بالهنديم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في زيارة أنصار الحسين عليه السلام كما وردت عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. تعجيلا في فرج إمام زماننا ولشمولنا بخفي ألطافه وتوجهاته، عطر المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان عندما يقدم على عمل ما، على وظيفة ما، في الغالب إنه يختبر ويمتحن، فعندما ينجح بذلك الاختبار بذلك الامتحان يقولون له: لقد فزت بهذه الوظيفة وبهذا العمل. كذلك نحن في الحياة الدنيا أيها الأحبة جعلنا في دار ملؤها الاختبارات والامتحانات، حيث أن كل إنسان في هذه الدنيا هو عرضة للابتلاءات والاختبارات والامتحانات. وهذه حقيقة ثابتة في القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يتوقعون الناس أنه في هذه الحياة الدنيا خلص ماكو اختبار ماكو امتحان؟ لا بد من اختبارات. آية أخرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آيات كثيرة. إذن نحن عرضة للاختبارات والامتحانات، فعلى العاقل فعلى المؤمن أن ينجح بهذه الاختبارات وبهذه الامتحانات، فإذا نجح فاز. والفوز هو النجاة من النار والدخول في الجنة. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أما إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. فإذا السعادة الحقيقية والفوز الحقيقي هو الابتعاد عن النار والدخول إلى الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو هذا الفوز. لكن السؤال المهم وهو في غاية الأهمية أنه كيف نحقق لأنفسنا الفوز؟ شلون راح نفوز؟ ولا بد من بعض الأمور كون لازم يسويها الإنسان حتى يحقق لنفسه الفوز. وهذا السؤال يفتح علينا أجوبة كثيرة، ممكن تصير سلسلة محاضرات بعنوان كيف نفوز، لكن أنا راح أنقل فقط وأبين فقط مورد واحد، أنه الإنسان إذا اشتغل على هذا المورد سوف يحقق لنفسه السعادة والفوز يتحقق. حتى نفوز أولا ينبغي علينا أن نطيع الله تبارك وتعالى ونطيع رسوله صلى الله عليه وآله. يقول لي: من يقول هذا الحكي مالتك؟ أعطني دليل. أقول لك القرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز مو بس فوز عظيم. ليش؟ لأنه أطاع الله وأطاع الرسول. فإذا أولا ينبغي علينا أن نطيع الله تبارك وتعالى. نطيع الله على اعتبار أنا عبد، فلازم أكون أطبق أوامر وأأتمر بأوامر المولى. ما من حقي أنه أنا أجي أعترض وأمتنع. فالله تعالى لما أمرني بأوامر بما أنه هو الخالق هو المولى وأنا العبد،
فعلي أن أطيعه بكل شيء، يعني أأتمر بأوامره وأنتهي عن نواهيه. من أجل واحدة من أبرز الأوامر والواجبات التي فرضها الله تعالى عليه هي الصلاة، وقال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرض وواجب عليك أيها المسلم الصلاة واجبة. وإجت الشريعة الإسلامية وعضلت هذا المعنى وأيدت وأعطت وبينت عناوين كثيرة للصلاة، وواحدة من أبرز هذه العناوين قالت: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يصلي لأن الصلاة واجبة. يقول: أنا ما أريد أصلي، مو المهم الصلاة، مثل ما اليوم أكو أفكار متطرفة مع الأسف عند بعض الناس، ما أدري من ينسامحها، من فكر، من كذا. مو المهم تصلي، المهم تصير خوش آدمي، لا تكذب، لا تنافق، لا تغش الآخرين، لا تشرب خمر. الله تعالى يريدك تصير خوش آدمي، مو بالضرورة إلا تصلي. موجودة لو ما موجودة هاي الفكرة؟ موجودة ولها رواج كثير. يريد يقنع نفسه، هذا الخطية مقرود. أقول لك أنت ما تقرأ القرآن. القرآن لما يقول يسألون أهل سقر، يقول لهم: وما ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من أول سبب وصلنا إلى أن نكون من أهل سقر، من أهل جهنم، أننا لم نصلي. هسه هاي آية لو رواية أخوان، آية بعد، والقرآن لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. سبب، أول سبب وأعظم سبب وصلنا إلى نار جهنم أننا لم نكن من المصلين. فإذا ما يصلي وين، جنة لو نار؟ قرآن بعد هذا. يريد يقبل ما يريد يقبل على رأسي خدمت، هذا قرآن بعد. خاف يقول لي هاي رواية وبيها تدليس وكذا ومرسلة ومضمرة لا لا لا، أخوة قرآن هذا بعد. القرآن يقول: الما يصلي ترى مصيره للنار، السقر، الجهنم، لأن الصلاة واجبة ومفروضة على المؤمنين. يجي البعض: المهم أنا أخدم الحسين، المهم عندي موكب، المهم أنا أطلع مشاي، المهم. مولانا جاي تسوي أنت جاي تسوي، هذا نفاق. أنت من تروح للحسين وطيحات ركبك وماشي لك 14 يوم، والموكب يقول لك أبوي أذن قوم صلي، لا والله تعبان بعدين كذا كذا وصلاة، ما تصلي. ورحت للحسين وقلت له: أشهد أنك أقمت الصلاة، لو ما أنت صلاة ما أكو. الحسين هم يسألك: أنت تصلي؟ شو تقول له؟ لا ما أصلي. يقول لك: كل من جاي شلون أقمت الصلاة أنا؟ يا صلاة اللي أقمتها شاوين شو أنت ما أصلي، يا صلاة بعد اللي أقمتها أنا. شنو جواب الإنسان أمام الحسين عليه السلام؟ إخوان لا ننخدع، خلينا نفكر بالمخ مالنا، خلينا نفكر بعقولنا. جزاكم الله خير. صلاة واجبة، صلاة مفروضة. مرة أنا ما أصلي، لكن إجت أيام محرم وقلت له: أبا عبد الله أعاهدك من هذه الليلة أنا خلص بعد الصلاة راح أصلي. أنا كنت ما ملتزم راح ألتزم، أنا كنت أشرب كذا بعد ما أشرب الخمر وكذا. أنا هذا فشي عظيم. أروح للحسين قدامه: أبا عبد الله من هذه اللحظة بعد منا ورايح ما أترك الصلاة، راح أصلي لوقتها وراح أغتسل وأصلي. تدرون هاي أعظم هدية تقدم للحسين لو ما تدرون؟ أعظم هدية تقدم لسيد الشهداء لما إنسان عاصي ويعلن توبته في مجالس الحسين وعند الحسين، لأن يقول: هاي المبادئ واللي أريدها أنا والثورة اللي ضحيت من أجلها، أريد أرجع الناس إلى الله ورجع فلان وفلان. هذا دماء الحسين، يعني ما راحت هباء منثورة. أعظم هدية تقدمه المرأة للحسين عليه السلام لما تكون غير ملتزمة بحجابها بملابسها
وتعلن التوبة أمام الحسين في مجلس الحسين أو عند الحسين، قالت له أبا عبد الله أنا تائب من هذه اللحظة، بعد ما أتبرج لغير الزوج وما ألبس ملابس فاضحة وما كذا كذا، هدية تقدمها للحسين عليه السلام. مثل ما الحسين ينطينا هدايا، العلماء يقولون ترى هم كون نقدم هدايا للحسين عليه السلام. خلنا نبادل الحسين بالهدايا. شريد من عندنا هدايا الحسين؟ أن الإنسان يكون يتوب ويعلن توبته في مجالس الحسين، في زيارة الحسين، حتى أكو تغيير يصير من خلال هذه المجالس يا إخواني. فإذا فرض علي الصلاة واجب أكون أصلي، أمرني ببر الوالدين كن أبر والدي، أمرني باحترام الجار، بتأدية الحقوق الشرعية، إذن كن أأتمر بأوامره وأنتهي عن نواهيه. من يجي وينهاني عن عمل ما حتى أحقق الطاعة لمولاي ينبغي علي أن أطيعه وأمتنع وأنتهي عن هذه النواهي. من يجي القرآن والشريعة الإسلامية ورواية أهل البيت ويقول لي الغنى حرام، هم يجي بعد أنا تعلم من يقول وطيني الآية وطيني ما قالت الآية فتصريح الغنى حرام، الذين يشترون له الحديث وجبتوها. يا أخي خلص، أنت عليك أن تطيع أمر مولاك. وأجمع الفقهاء على أن الغناء حرام. اقرأ في نهاية باب التقليد المحرمات والكبائر تجد أن واحدة من الكبائر هو الغناء. بعد هذا مو شغلك أنت تروح تطلع تجيب الآية وتجيب الرواية وتجيب، مو شغلك هذا، تريد تقنع روحك. شبيه الغنى؟ شو أنا عقلي ما مقتنع أنه الغنى حرام، شبيه الغنى؟ ليش أنا ضايج وأرد أسمع غناء؟ عقلي ما مقتنع. أقول له أبوس إيدك ورجلك، من أنت حتى عقلك يقتنع ولا ما يقتنع يا أخي؟ يعني هي الضابطة أنه أنا اقتنعت ولا ما اقتنعت حتى هذا حلال وحرام؟ حتى الزنا نستجير بالله، ليش حرام؟ إذا الطرفين راضين فليش حرام؟ المفروض أن بيصير حلال. لا واقعا المفروض اثنيناتهم راضين الجماعة بعد يصير حلال، ليش حرام؟ نفس الشيء من تعترض على الغناء راح تعترض على الزنا وراح تعترض على غيره. ليش شرب الخمر حرام؟ أنا أعاهدكم أنه ما أشرب قدام الناس ببيتي، خلص ما حد يشوفني، هم صار حلال بعد. إذن مولاي ما ممكن أنا أجي أخلي عقلي ويا الشريعة وأجي أقيس ليش وليش. أنا عبد فينبغي علي أن أمتثل لأمر مولاي. الفقهاء قالوا الغناء حرام، وآيات وروايات أثبتت ذلك المعنى. أنا لست في صدد إثبات ذلك المعنى في هذه المحاضرة، أراد الفد محاضرة مستقلة. لكن خلص أنا من أجل الغنى حرام، خل الغنى حرام بعد. لا والله أنا أبي بتشين الغنى وأنا كذا وأنا كذا وشنه ليش؟ احنا عندنا بعض الروايات البيت والذي فيه غناء لا تأمن فيه الفاجعة، 24 ساعة بمصايب وببلايا. ليش؟ لأن رواية أخرى يقول البيت الذي فيه غناء لا تدخله الملائكة. زين الملائكة عندنا بعض الملائكة حفظة، إلي وإلك وأولادي وأولادك. ايش قد أكو حالات تصير وإذا الله تعالى ينجيك من عندها في البيت. ابنك ايش قد مرات تصير عنده حالات ما أدري، أكو ملائكة حفظة. زين إذا الملائكة ما تدخل هذا البيت اللي بيه غناء، طلعت الملائكة منهم عشعش بيه؟ اخوة الشياطين، لا شك ولا ريب في ذلك. ايش راح يسوون بالله الشياطين؟ وتعال هذا قنعه وتعال فهمه وتعال سولف وياه وتعال حط له أدلة. فإذا أمرني أو نهاني عن الغناء. الخمر كذلك. فإذا أولا حتى أحقق العبودية لله أن أطيع الله تبارك وتعالى وأحظى بالفوز العظيم. ثانيا أطيع النبي صلى الله عليه وآله، لأن الآية قالت ومن يطع الله ورسوله. أطيع النبي صلى الله عليه وآله بكل ما أتاني. مو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يسألون الإمام شنو التسليمة؟ قال الانقياد له في كل شيء، مو السلام عليكم تقول له، لا تسلم له في كل شيء بكل ما أمرنا النبي، لأن أمره من أمر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه طاعته واجبة، والكون مع النبي يؤدي بنا إلى الفوز العظيم. وقال عن الحسين عليه السلام حسين مني وأنا من.
فالذي يضع يده بيد الحسين والذي يقوم بخدمة الحسين ونصرة الحسين وطاعة الحسين أطاع النبي لو ما أطاع النبي، ولا شك ولا ريب في ذلك. لذلك أكو أناس نصروا الحسين عليه السلام وخدموا الحسين عليه السلام بكل ما يملكون، ووصلوا لهذه الآية، لهذه المرحلة اللي يزورهم الإمام معصوم يقول لهم وفزتم فوزا، مو فوز بس فوز، فوزا عظيما. يا فوز العظيم ذاك اللي قالت عنا الآية ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز. حظوا بأنصار الحسين عليه السلام. بعد يتمنى أن يكون معهم، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. يعلمني ويعلم غيري الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وفعلا من تجي وتقرأ التضحية والفداء والعطاء، واقعا يقف الإنسان في حيرة من أمره، يبقى الإنسان متحير. عقل الإنسان استيعابه راح يقف في يوم من الأيام إذا أراد أن يرى ويمعن ويدقق كيف خدموا وفدوا الحسين عليه السلام. البعض يقول أن الحسين عليه السلام لما قال ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي، قد يكون مشكلة بهذا القول، هذه الكلمة. ليش؟ لأنه عندنا هواي أنصار للنبي وأنصار لعلي وقدموا كذا، إيش معنى الخصوصية لأنصار الحسين عليه السلام؟ وهذا واحد من العلماء أخذ يشكك في دلالة هذا الحديث، قال هسه أنصار الحسين قدموا بس غيرهم قدموا، أكو ناس هم قدموا أكثر ما قدموا لعله أنصار الحسين، ليش دولي ما رأيت أنصارا أو أصحابا أبر وأوفى من أصحابي؟ هذول لعله أنه أعداء الحسين الخسة مالتهم والدناءة من خلالها بينت عظمة أنصار الحسين، وإلا الحسين الذي يقف بهذا الموقف كل مؤمن كل إنسان يروح ينصره. نصرة الحسين اللي يشوفه بهذه الحالة الغربة وعطش فرأسا يروح يبادر إلى أنه ينصر الحسين عليه السلام. يقول رب العالمين راد يراويني في ليلة من الليالي، أنا في عالم الرؤيا، يقول أنا في عالم الطاف في يوم عاشوراء، صاح الحسين هل من ناصر ينصرنا؟ يقول اجي، قلت له لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. قال أنت عاد نفسك لنصرتنا؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال لي انتظر قليل. يقول صار وقت الصلاة، التفت لي قال لي أنا راح أصلي، أريدك توقف قدامي، خاف يصير تعرض كذا هذا، وأنت بعد جاي موطن نفسك لنصرتنا، لبيك يا ابن رسول الله. يقول وقفت أمام الحسين عليه السلام، صلى الحسين بهالأثناء، يقول إجا سهم إلى جهة الحسين عليه السلام، يقول وصلي السهم أنا بلي إدراك بلي شعور، وخرت عن السهم. يقول فأصاب الحسين عليه السلام. ظلت ألوم بنفسي، أنا جاي أريد أنصر الحسين، شلون أخلي هيك؟ المفروض أتلقى السهم بصدري. يقول إجا سهم ثاني، يقول وصلي اقترب من عندي ما تحملت، يقول وخرت عني، يقول أصاب الحسين. وثاني وثالث ورابع، يقول فرغ من صلاة التفت لي قال ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي. عمي حكاية هيك واحد يحكيها ويقولها، موت، الروح عزيزة، النفس عزيزة، مو مسألة هينة واحد يتلقى السهام بصدره، مو مسألة هينة. شوف هذا الرجل ما تحمل سهم واحد، بينما تجي إلى زهير بن القيم، زهير يخاطب الحسين عليه السلام يقول له لو قتلت وأحرقت ودريت في الهواء ويفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا أبا عبد الله. اخوان نستوعب هذا الحكي، رحمة لوالديك، 1000 مرة 1000 مرة
يكتلوني ويحرقوني ويذروني بالهواء ويرجعوني ويكتلوني ويحرقوني 1000 مرة ما تركتك يا أبا عبد الله. زهير صادق لو كاذب اخوان؟ اكو واحد عنده جرأة يقول زهير كاذب؟ ها؟ الحسين يعلم به. عابس ابن شبيب الشاكري نزل إلى المعركة، ألقى درعه، كشف صدره للنبل، أخذ سلاح، أخذ يقاتل. صاح به صائح: أجننت يا عابس؟ صاح: إن حب الحسين أجنني. الله أكبر. الخلق لو رادت مسودا تسميني، ولو بهواك يا محلى سواديني. حسين أنت شعاري ومذهبي وديني، وذكر مصيبتك ترتيل قرآني يا أبا عبد الله. هيك واحد عنده بخت يقول هذا مسودا للحسين. يابا إن حب الحسين أجنني. الله أكبر. شنو من بطولة، شنو من فداء. يجون الجابريان بعدهم ما متزوجين، لما طلبوا الإذن والرخصة من الحسين في القتال قاموا يبكون يبكيان. قال لهم الحسين عليه السلام: على ما تبكون؟ إني أرجو بعد ساعة أن تكونوا قريري العين، هاي الجنة مفتحة الأبواب أمامكم. قالوا: ما على أنفسنا نبكي يا أبا عبد الله، لكن نبكي عليك، بعد ساعة راح تظل لوحدك يا أبا عبد الله. شايف؟ بعد مواقف كثيرة. هالموقف وأختم. وهب بن حباب الكلبي رجل نصراني، اجى هو وزوجته وأمه، التقوا بالحسين، أسلم على يد الحسين. صارت المعركة، أمه قالت له: تقدم للمعركة، قاتل، رجع لأمه: أرضيت عني يا أمه؟ قالت: ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسين. إخوان، الولد بالنسبة للأم ترى قطعة من قلبها، شوكة إذا صابته تموت قدامه، إذا يتمرض ما تتحمل، وإذا تقول له ما أرضى عنك إذا ما كنت تقتل بين يدي الحسين. زوجت بنية شابة، بكت، قالت له: يا وهب لا تفجعني بنفسك، قاتلت أنت بعد، خلص. وإذا بالأم صاحت: أعزب عن قولها وامضي لنصرة ابن بنت نبيك، روح. نزل إلى الميدان، أخذ يقاتل، قطعت يداه بهاللحظات. وإذا زوجته أخذت عمود وركضت، اجت صوب المعركة وهي تصيح: يا وهب بأبي أنت وأمي، قاتل دون الطيبين، قوم يا وهب قوم. قالها: الآن كنت تنهينني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي، هاي راح تكسر قلبك. وين الحسيني؟ هاي راح تهزك من أعماقك. قالت: يا وهب لا تلمني، إن واعية الحزن كسرت قلبي. قالها: وما سمعت منه؟ قالت: رأيته جالسا بباب الخيمة وهو يقول: وقلة ناصرا، أين الصارخون وحسينا. وفعلا قدموا أرواحهم أنفسهم كل ما يملكون لأجل الحسين. غدوا هذا على حر القاع مطروح، وذاك يعالج ودم نحره يفوح، وذاك من الطعن ما بقت بيروح، وذاك من الطبور جسمه تخذى. تعنى حسين وشب المعارة، لقاها مطرحة ودمه يتجارى، صفق بيده وتلحف على انصاره، وعليهم دمع انحدر وازجر. غدا يعتب عليه بقلب مالوم، يطيب لكم يا فرسان الوغنو.
تخلوني وحيد بين القوم، والكل منهم لعد جدلي تولى. وقف عليهم صاح يا أبطال الصفا يا فرسان الأيجاء، ما لي أدعوكم فلا تجيبوا وأناديكم فلا تسمعون، يا بقضى وحق عليهم دون الخيار، ولا خلا وخوات حسين تنضام، لما طاحوا وتهاووا مثل ما هو النجم من خار. زينب انكسر قلبها لما سمعت الحسين ينادي عليهم بأسمائهم فردا فردا، يا زهير يا حبيب يا عابس يا برير. صاحت الله يعينك مالك معين، قومك على الغبرة مطايع. أرداخلك اليوم عاشر خويا الله يعينك مالك معين، وقومك على الغبرة مطايع. خويا تدير العين يسرى ونوب اليمين، ولا بقى ناصر وياك يا حسين. صح انت انا منين اجيب المرتضى، منين بويا فزعة وفرد فزعة على عزي. يا فزعة وفرد فزعة يا على يا حسين. هاي الابيات الشيخ هذا الكربلائي يقول شيخان والعوجة عدلوها والارواحهم كلها بذلوها، الريحانة الهادف فدوها، يا حف زينب محضروها. وين الغيارة يا حف زينب محضروها، من يوم للطاغي دخلوها، وتسمع بذنها يا شتم ابوها. صاحت انا بقيت محيرة واصفج باليدين، لا عباس يبرالي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الحسين ارزقنا في الدنيا خدمة الحسين ونصرة الحسين وزيارة الحسين والدمعة والبكاء على الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله. اللهم من كان بيننا مريضا وعنده مريضا وصانا الدعاء لمريضا، من عليهم بالصحة والعافية يا الله.